رجعنا لكم مرة تانية. ده كان كل مجمل قصة شيكابالا من أول ما طرح موضوع احترافه مع نادي انترلخت، على الرغم من أن ما زال له في عقده مع الزمالك ما يقرب من عام ونصف، ولكن ما بين المادة 17 وتكرار الهروب، هل سيبقي الزمالك على لاعبه محمود عبد الرازق شيكابالا؟ وهل ما طرحه زميلنا ياسر عبد العزيز في جريدة الأخبار يوم الجمعة، يعني احنا باعتبار ان احنا بعد الساعة 12 في يوم الأحد، اول امس يمكن ياسر عبد العزيز فاجأنا، شيكابالا يخلع من الزمالك على طريقه الحضري ويعود للاهلي في يناير. ده اللي كتبته جريده الاخبار وعمل بلبله جامده على مدار ال 48 ساعه او الساعات الماضيه. دكتور عمرو، الاول يعني خليني اقول لك قبل ما اسال حضرتك. مش ترحب بيا الاول؟ لا، نسيت ما انا ترحب بيا. رحبت بيك قبل الفاصل. لا، خليني اقول لك قبل ما اسال حضرتك يا دكتور، انت شايف ان فعلا حاله الفوضى الموجوده في الانديه المصريه ادت الى ان كل لاعب يفكر يمشي بطريقته الخاصه؟ ما هنا بقى في ظل ان اللوائح زي ما بنقول لوائح مطاطه ومرنه ومحدش فاهم حاجه مم. وما عنديش حاله زي حاله اخرى، فدي بتدي فرصه للتلاعب. بس مم. خلينا نتكلم في حاجه مهمه قوي. اتفضل. نادي الزمالك هنا في ازدواجيه فيما يخص قصه شيكابالا. اه. شيكابالا اقر ان هو وقع النادي اندرلخت. مم. تمام، يعني اذا هو بعد ما كان الاول نافي. يبقى هنا انت ازاي بتطالب ان انت تعاقب جده وانت عندك نفس الحاله مع شيكابالا؟ هنا في نفس الازدواجيه. مم. يعني احنا بنتعامل مع ازماتنا ازمه جده ملهاش علاقه بازمه شيكابالا. الفكر بقى، يمكن انا مش عايز اسبق مواضيعك، مم. ولكن احنا مفهوم الفكر الثقافي في احتراف اللاعب المصري حتى لو احتراف داخلي مش موجود عندنا في انديتنا. احنا بنفكر انا هستفيد ايه، مش مهم المغزى ايه من الاستفاده. يعني انا بقول صحي جدا شيكابالا يحترف، انا صحي جدا ان انا بس اطلع. الطرق مشروعه. ما هو حصل طرق مشروع، حصل ديل مع نادي اندراخت جه ونادي الزمالك، مم. ولكن ما اتفقوش على المبلغ. خلاص بنوصل لمبلغ مناسب ونطلع لعيبتنا بره. مم. بس قبل ما اطلع لعيبتي بره لازم يكون في وزاره الخارجيه واتحاد الكوره ورابطه انديه تشكل عشان تثقف اللاعب المصري وتقول له خلي بالك انت رايح تمثل مصر، انت طالع ودورك انك بتدخل لنا فلوس، بتدخل لنا عمله صعبه وسمعه طيبه مم. هتساعد اجيال من بعدك تطلع، ويبقى ده استثمار زي ما افريقيا سبقتنا. تشاد وتنزانيا وكينيا سبقونا في المجال ده. مم. طيب، لو رحت يا دكتور خليني اقول للساده المشاهدين مجمل ما جاء سواء في الصحف او عبر وكالات الانباء على مدار الاسبوع، ونقول منذ ساعات كان هناك اجتماع ايه اللي تم فيه. اللي حصل من زميلنا ياسر عبد العزيز صباح الجمعه عمل بلبله كبيره جدا في الوسط، خلى حسام البدري يعلن انه هو ليس على اي اتصال مع شيكابالا وهو في الجزائر بوسائل الاعلام. تمام. اعلن انه بعيد كل البعد عن موضوع شيكابالا. خلى المسا بيقول نص الحوار اللي جاء على لسان شيكابالا لاحد الصحف البلجيكيه: شيكابالا يؤجل احترافه للعام القادم، ونجم الزمالك يتمسك بالبقاء مع الفريق في الموسم الحالي، وحسام حسن يصمم على بقاء شيكابالا. ايضا الزمالك يتخذ اجراءات وقائيه ضد نادي اندرلخت البلجيكي ويحصل على جواز سفر شيكابالا، ويحذر من التلاعب بمقدرات ومقدرات لاعبيه. الزمالك يكلف المحامي الايطالي مازيلي للدفاع عن حقوقه في قضيه انترلخت شيكابالا. الزمالك يهدد بشكوى اندرلخت للاتحاد الدولي الفيفا على غرار الشكوى المزمع تقديمها ضد النادي الاهلي. ايضا شيكابالا بقى بيقول الفيفا والمحكمة الرياضية سينصفان أندرلخت على الزمالك، والرحيل في يناير أفضل سيناريو. حتى سمير عبد التواب وكيل أعمال اللاعب قال إنه هو يعني وضعنا في حيرة من وجهة نظري في تصريحه ده، العقد شيكابالا مع اندرلخت باطل. هل الورقة التي حصل عليها نادي الزمالك من محمود عبد الرازق شيكابالا بعد ما ادى رغبته لصالح اندرلخت البلجيكي من شأنها أن تقوي موقف الزمالك يا دكتور؟ ماشي، هو الموقف ما دام رغبه اللاعب انه يستمر ماشي، بس هيكون في عقوبه، ودي عقوبه من الاتحاد من الفيفا، هيكون فيها ايقاف مش زي عندنا غرامه.
بس احنا هنا سايبين الاساس، احنا بنسيب اللعيب. هل شيكابالا مضى ولا ما مضاش؟ مضى. طيب ما يبقى هنا في سلوك لا اخلاقي ارتكب من اللاعب ده، ما ينفعش اقننه واحلله واسيب الاساس. وبعدين نادي الزمالك ضد السلوك ده، لانه ضد تصرف جده. ما ينفعش تبقى ضد تصرف جده وتبقى مع تصرف شيكابالا. باعك وكذب، يبقى بنشوف اقل خساره، اقل خساره وان انا ابيعه بكمبرمايز مع النادي البلجيكي. يبقى النادي استفاد فلوس وارسل رساله لكل المتلاعبين باسم نادي الزمالك ان ولا نادي الزمالك يقف على شيكابالا ولا لعيب اكبر من شيكابالا. على فكرة كلامك ده يا دكتور بالمصادفة هو نفس تصريح محمد عبيد الخبير المصري في اللوائح الدولية. قال شيكابالا سيقع تحت عقوبة الإيقاف، والإيقاف لن يكون أقل من عام بسبب الورقة اللي وقعها النادي الزمالك، لأنه في الحالة دي وقع لناديين ووقع مع انترلخت في الفترة اللي هو أصلا ملك لنادي الزمالك. وبعدين مش اول مره شيكابالا يوقع لناديين، ما هو قبل كده برضو كان في باوك ووقع للزمالك، وكان هيوقع للاهلي واتعاقب ب 900,000 يورو وايقاف. بس خلينا نخرج برضو بحاجه اسمى. ما احنا مهمه الاعلام، او احنا الناس بتسمعنا في البيوت. انا مش ممكن ان انا بقول للناشئين والاطفال والبراعم اتصرفوا زي شيكابالا او جده او عصام الحضري، واحنا هنقف وراكم كرؤساء انديه او ممثلين أعضاء جمعية الرياضه عمومية او اعضاء بالفعل. جمعيه عموميه او كابتن حسن أنت اللي شحاته، بتشرع يا دكتور عمرو. او حتى كابتن حسن شحاته. ده انا عايز اقول لكابتن حسن شحاته: يا كابتن حسن، اي لاعب يرتقي بسلوك لا اخلاقي ما ينفعش يلبس فانيله منتخب مصر. لان انا بلبسه فانيله منتخب مصر يعني كاني بقنن وبشرع مخالفته ونقض عهوده او كذبه، او يطلع للراي العام يكذب، او الخيانه. ما في طرق مشروعه، عايز تمشي امشي، عايز تحترف احترف. طب يا دكتور انا يعني بمناسبه انك انت قلت دور الاعلام، طب ما هناك ناس بتجور على الاعلام، يعني الكابتن سمير عبد التواب وكيل اللاعب لما يقول لك الاعلام بيحرف التصريحات. انا جبت النهارده من خلال البرنامج مجمل التصريحات اللي جت على لسان شيكابالا في بعض الصحف الاجنبيه وموقع نادي انترلخت البلجيكي. يا ريت لو زميلي شريف هيكون معايا. يعني مثلا الموقع الرسمي لانترلخت البلجيكي لانه بيتهموا الاعلام المصري بانه يزايد وبيحاول تخريب نادي الزمالك. يعني تخيل انت مثلا هيرمان فان المدرب اندرلخت البلجيكي بيشرح عبر الموقع الرسمي كل التفاصيل، او مدير نادي اندرلخت البلجيكي بيشرح تفاصيل يا دكتور كل حدوته شيكابالا من خلال الموقع الرسمي. كان فريق الاعداد وزميلنا حسام زايد بعت لي صوره زنكوغرافيه، كان بس بيتهم الاعلام المصري انه هو يحاول ان يضع عراقيل امام الاستقرار، وده كان كلام الكابتن ابراهيم حسن وكلام العديد من المسؤولين. انا مع نادي الزمالك تماما في قضيه جده. تماما. يعني انا بقول في فوازير رمضان، في ازمه جده الاهلي خد جده، الاتحاد السكندري خد فلوس واثنين لاعبين، جده خد فلوس من الاهلي، اتحاد الكره خد فلوس من جده. طب نادي الزمالك خد ايه؟ النادي اللي راح اشتكى خد ايه؟ يعني كتبت حتى بومبا ولا يعني كتبت كام حاجه كده. فانا مع نادي الزمالك، في موقفه ضد جده. ولكن هنا في ازدواجيه بقى. انت لازم نادي الزمالك بنفس المثل والاخلاق تبقى ضد موقف شيكابالا. يعني انا مش محتاج اسمع تصريحات شيكابالا، انت بعد ما وقعت الناديين مش محتاج اسمع تصريحاتك. انت لازم المشكله دي تتحل فيها الصالح العام لنادي الزمالك. انا ما بفكرش في شيكابالا دلوقتي. يعني انا دلوقتي مش بفكر في انا بفكر في نادي الزمالك وسمعه نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك ياخد اكبر كم من المكسب في مع شيكابالا، ويبعث رساله للجمهور نادي الزمالك وجمهور مصر وكل الرياضيين: احنا موقفنا واحد. انا مع شيكابالا زي ما انا مع جده. انا ضد التلاعب، انا ضد نقد العهود، انا ضد ان يكون سلوك لاعب الكره بره المستطيل الاخضر بالمستوى ده. طب انا عايز اسالك سؤال مهم جدا يا دكتور عمرو اختم بيه حوارنا عن شيكابالا. هل تتخيل بخبرتك ودرايتك باللوائح وانت احد اهم اعضاء الجمعيه العموميه في اتحاد الكره ان النادي الاهلي يمكن ان يقبل على موقف زي التعاقد مع شيكابالا لرد زي ما بيقال ضربه التعاقد مع عصام الحضري؟
لا انا ما اعتقدش ان النادي الاهلي عشان يخش في موضوع شيكابالا لازم يكون خلاص هو في فانت النادي دخل. البلجيكي وقصته محسومه زي لكن ما. لكن تتخيل ان الاهلي يقبل على دي حتى لو شيكابالا راح عند والله مصر؟ دلوقتي احنا بنتخيل اي شيء، لان برضو انا كنت ضد موقف نادي الاهلي ان هو يشتري جده، مم. لان جده نقض عهده ده انا بقول ان جده ساب منتخب مصر في شهر معسكر منتخب وراح الفجر، بتبيع ناديك اللي هو نادي الاتحاد السكندري وبتبيع منتخبك لانك هربت من المعسكر، انت الساعه 3 ده يعني نايم ورحت مضيت على ورق بدون ورق فاضي، قلت ان انت مضيت على بياض. مم. سلوك اللاعب اللي هو بالمثل ده، وبعدين جيت اعلنت للناس انك انت ما مضيتش، وبعد كده بعد يومين اعلنت انك انت مضيت، وبعدين مشيت ورحت لفيت على جمهور اسكندريه ولبست فانيلا وقلعت فانيلا وقعدت تقول مم. انا هفضل في اسكندريه وانا مع اسكندريه، وبعدها بثلاث اربع شهور انت بتقلع الفانيلا الخضراء بتلبس الفانيلا الحمراء. المفروض النادي الاهلي بقى مم. اللي هو النادي اللي مش محتاج بطولات وجده مش هيزوده بطولات، كان بيقول لا انا ما اتعاقدش مع النوعيه دي من اللعيبه. مم. انا ماليش دعوه بالمستوى الفني، احنا دلوقتي مش بنقيم مستوى فني. مم. وبقول للكابتن حسن شحاته يا كابتن حسن ما نديش شرعيه للسلوك الغير منضبط للاعب المصري، ما ادلوش شرعيه. اللي بيعمل سلوك مش هو ده سلوكنا الرياضي، مم. يبقى ما ينفعش يلبس فانيله هنيجي على منتخب. فكره في فقره المنتخب، عندي ليك مفاجاه. الكابتن حسن شحاته يكاد يكون يتفق معاك في ده من خلال تصريح قوي جدا، ولكن خليني اختم باخر اخبار نادي الزمالك خلال هذا الاسبوع. يمكن في حاجه مهمه جدا استوقفتني. مرتضى منصور يطالب الزمالك برد 50,000 جنيه دفعها للنادي من حسابه الخاص، ودي على فكره قضيه بتنظرها محكمه استئناف القاهره مأمورية شمال الجيزة في دعوى رقم 189 لسنة 164 مدني كلي شمال الجيزة، والمقامة من المستشار مرتضى منصور بصفته الرئيس السابق لنادي الزمالك ضد كل من اللواء محمد زكي عبد الخالق السكري وشهرته اللي هو محمد السكري سكرتير عام النادي وقتها، ويحيى عبد الغني المدير المالي، ومصطفى الصناديلي امين الخزنه، وممدوح عباس رئيس النادي. طالبهم فيها بسداد مبلغ 50,000 جنيه قيمة شيك رقم، يعني يمكن حتى رقم الشيك معانا، قيمة شيك رقم من الشمال 16 205 4 اصفار 34 3 7 8 المسحوب على البنك الاهلي والمحرر بتاريخ 14 ديسمبر 2005، والذي تم صرفه بمعرفة يحيى عبد الغني. المستشار مرتضى منصور بيؤكد انه مش هيسيب ال 50,000 جنيه دي، وده على فكرة موضوع كتبته زميلتنا هانم التمساح في جريدة صوت الأمة الرياضي. ايضا امير عزمي هرب من جحيم الزملكاويه. يعني انا شايف ان دايما بيزج باسم نادي الزمالك مع كل حاجه خاصه بامير عزمي، دي وجهات نظر مدربين، واعتقد ان لا يقلل من شان امير عزمي ان يكون في الزمالك، ولا يزيد من شان نادي الزمالك ان يكون بداخله امير عزمي. ايضا عندي من زميلي احمد عبد الحليم في صوت الامه، رؤوف جاسر يتهم ممدوح عباس بمعاداه جده من اجل عيون التوأم حسن، وابراهيم حسن يؤكد ايصالات الامانه مزوره. لسه الدكتور عمرو بيقول موضوع جده موضوع لا اخلاقي بالمره، ولو شهدت لن اشهد زور. يعني حتى الكابتن ابراهيم حسن على لسان زميلنا احمد عبد الحليم بيقول انه لو شهد